السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة ازيك يا شيخ محمود، عامل ايه؟ الله يحفظك. الحمد لله. كله تمام؟ تمام الحمد لله. انت النهارده المفروض انك اشتغلت بالاكسترا جراوت او الجراوت الحصان من مايكا جروب، واحنا بقالنا فتره بنقول ان ده بقى البديل الطبيعي للكله، رغم ان احنا بنصنع الكله والناس عارفه ان احنا بنصنع الكله، لكن بنقول ان الجراوت الحصان ده في منه انواع معينه اصبحت بديل للكل. أيوة. انت النهارده اشتغلت وبتقفل بقى اللحمات اهو زي ما احنا شايفين كده وبتراجع عليها. تمام. قول لنا بقى ايه المميزات اللي انت شفتها. هو الحمد لله رب العالمين، المادة حلوة وسهلة، يعني سهلة الاستخدام، سهلة التحضير، بتتلون بأي لون زي ما حضرتك عاوزه حسب الخامة وحسب الشغل. الميزة إن هي أسهل من شغل الكلة. الميزة إن هي بتستحمل الشمس، بتستحمل درجة الحرارة، بتستحمل الرطوبة. بخلاف الكلة يعني مع الوقت بتفرقع، بتنشر مع الشمس، بتفك الفواصل. لكن دي ميزتها ان هي تستحمل الشغل، تستحمل الحراره، واسرع من شغل الكل. تمام. وما شاء الله لونها ثابت، يعني ما بتتغيرش. الكل مع الوقت بتتغير، لكن دي لونها ثابت، يعني افضل من الكل بفروق كتير يعني. الحمد لله تمام. وعشان كده يا محمود انت يعني فزت معانا بالفيست بتاع مايكا اللي هو مكتوب عليه، بعد اذنك هنوري الناس، اللي هو عيادة مايكا جروب. انت فزت بيه لان انت من الناس المحترمة جدا والصنايعية الشطار اللي فاهمين كويس وعارفين الدنيا وعارفين الشغل. وانا بشكرك على صراحتك وعلى كل اللي قلته في حق الحصان اكسترا جراوت. ولما نيجي نشتغل بالمنتجات التانية مش هنسيبك وهنصورك برضه بعد اذنك. ماشي يا محمود، كتر خيرك، انا بشكرك ونتمنى لك يا رب التوفيق والخير ان شاء الله. شكرا.